السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل خير. اليوم قصتنا عن الشيبان الثلاثة اللي حاسوا أم الطيارة. القصة حدثت عام 1995. الرياجي سلمك والله سافروا لأحد الدول عبر السيارات مع السيارات. لما وصلوا الدولة اللي هم متوجهين لها انزلوا وخلصوا أشغالهم وأخذوا تقريبا 10 أيام، ونقز واحد معهم ملقوف قال يا رجال وش رايك ونجرب الطيارة؟ قالوا يا رجل لا والله خلنا بس على سياراتنا يا ولد. انطيتني قال بس السيارة تأخر، الطيارة يقولون انها كم ساعة وحنا بديرتنا بس يا رجال بس مشينا. المهم ان الاثنين ما دخلت الفكرة مزاجهم ومشوا. قالوا وبد مع الخيل يا شاقر على قولتهم، واتجهوا للمطار. لما جو عند المطار وحجزوا قالوا رحلتكم إن شاء الله الساعة 9 بكرة، لازم قبل الرحلة بساعة ونص تكونون موجودين. قالوا خلاص ما عندكم مشكلة. هو راح الرجال وناموا، ولما أصبح الصبح اتجهوا للمطار الساعة 8 وهم موجودين قبل الرحلة بساعة. قال لهم الموظف استريحوا ورحلتكم إن شاء الله الساعة 9، خلوكم جاهزين. قالوا خلاص صبت ما عندك مشكلة. واتجهوا أخواننا في الله يتمشون في المطار، ولقوا لهم جلسة وجلسوا. الرجال أخذتهم السوالف وقاموا يسولفون، وأي واحد يشوفونه هبد يسولفون معه، ما عندهم من الشيطان طال. أثروا أخوياهم كل رحلة لها موقع انتظار. أثروا أخوياهم روحوا مع الرحلة وينادون. المهم يوم اكتملوا العدد قالوا أكيد إن الثلاثة هذيلوا ما جو، وحرك الطيران فيهم. المهم إنهم راحوا للموظف قال يا ولد هالحين الساعة 10 ولا جت رحلتنا، السالفة وشي؟ قالوا دقيقة أنتم ما رحتوا؟ قال لا والله ما رحنا. قالوا وأنتم وين جالسين؟ قالوا جالسين هنا. قال والله يلعن إبليسكم، هالحين أنا ماني معلمكم انتظروا ورحلتكم الساعة 9. قالوا حنا وين ننتظر؟ أنت ما علمتنا. هو عرف إن الرجال إنه أول مرة يسافرون بطيارة وإنه ما يعرفون شيء أبد. قال أجل توحون العلم، ترى ما فيه هلا بعد يوم، بعد 24 ساعة تجي الطيارة إن شاء الله وفيه رحلة ثانية بإذن الله. يا ولد عدل بدل. قالوا مرة ما فيه. المهم إنهم عندوا قالوا ولا نركب هالطيارة مرة ما فيه. راكبينها بس متى نجيك؟ قالوا نجي. قالوا تجونا بعد 24 ساعة بالضبط. ومشى الرجال يوم كملوا 24 ساعة ويحضرون عليهم، يمسكهم نفس الموظف ويجلسهم بالكراسي. قال اجلسوا هنا، وإذا نادوا بالميكروفون ومشوا الرجال هذيلو امشوا معهم. قالوا أعوذ بالله ما عندك مشكلة هبد. يوم أخذوا شوي ملوا من الانتظار قالوا يا موظف يا ولد نبي نسوي قهوة. قال قهوة وين تسوون؟ قال نبي نسويها هني، نبي نقهوي الرجال هذيل. المهم مسكوا الموظف قال يا رجال هذيلو أجانب، هذيلو ما يعرفون علومكم هذه كلها، ما تشوفون الغرفة ذيك روحوا لها وتلقون الناس اللي تبيع قهوة اشتروا من عنده. المهم يروحون الشباب الغرفة قالوا ويرجعوا سريع. قالوا ما عندك مشكلة. يروحون ولا يلقون إلا اسبريسو. المهم ولا يعرفون وش الاسبريسو هذا وشروه. تقهوا ولا الضحك والطقطقة يوم بدأ معهم ويسولفون، وأي أحد يشطحون عليه.
ما عندهم من الشيطان طاري لين جت رحلتهم. يوم جت رحلتهم ويتوجهون للطيارة معها الناس، ما كل واحد له مقعد خاص، يعني الحالة متفرقين عن بعضهم. الرجال جو وجلسوا بجنب بعضهم، جو الناس كل واحد يدل مقعده. قالوا يا ناس هذا مقعدنا. قال لا مرة، حنا رجال نمشي سوا ولا نطير الا سوا جنب بعض. يا رجال عدل بدق. قال مرة. المهم ياخذون اوراقهم مدري شو المضيف هذا ويجلس كل واحد بموقع. المهم انه دبرهم الرجال هذول وصاروا بجنب بعض، قاموا يسولفون يضحكون والناس مستغربين منه. المهم يوم بدأ الطيران ولا قالوا ربطوا أحزمة ويربطون الأحزمة كل شيء، ولا واحد منهم خايف ما هو على بعضه يرتجف يقول خرخمة. والله إننا عارفين إنك خرخمة ما بينتك إلا الطيارة هذه. يوم طارت ولا الشيبان الثلاثة كلهم يصيحوا أشهد الله إلا الله أشهد الله إلا الله، نزلون أشهد الله إلا الله، يصيحون حالتهم حالة. والمضيف يجي ويجون قالوا انتوا وش بلاكم؟ هدوا عوذوا من الشيطان ويعلمهم انه شيء عادي وشيء يعني طبيعي بالطيارة انها تصير كذا. المهم الرجال عوذوا من الشيطان. يوم ركدت الطيارة وهو يسكتوا يرجعون ضحكهم وطقطقتهم. تجي مضيفات ثنتين يوزعون على الركاب عصير وثلج. الإخوان هذيلهم في الله ما يعرفون الثلج مرة. المهم أن الرجال نادوا المضيفات، المهم عطتهم كل واحد عصير وثلج. يقولون الشبه هذا أن الثلج كان يعني محطوط لهم ملحاء، يعني كمية كبيرة، كل العصير معها كمية كبيرة من الثلج. قالوا حطوا بالعصير ثلج وشربوا. الرجال أخذوا الثلج وحطوا، ما يدرون إنه ثلج، ترى يمسكونه شيء بارد ويحسبونه إيش، يحسبونه سكر. ما يدرون إن الثلج إن الماء يثلج، هذه ما هي عندهم. فيستغربون من الملمس. قالوا أعوذ بالله هذا أكيد إنه سكر بارد 100%، هذا الزين. ويأخذون ويحطون في عصيراتهم يشربون، ولا باقي كمية يعني واجد. قال واحد منهم والله إني أعرف إن أمي تشتهي السكر النبات، علي الحرام إني لا أخذ لها. يا ولد وأنت بتحطه؟ قال بس وخروا عني. هو ما درى إنه يميع الثلج. المهم والثاني قال والله إنك صاد إن أمي بعد تشتهي السكر النبات، لكن أنت وحي خلنا نأخذه. ويمسكونه ويحطونه في مخابيهم يحسبونه نفس سكر النبات اللي المعروف. فالرجال حطوا الثلج في المخبأ. يوم أخذوا تقريبا نص ساعة ولا يوم ذبحهم الجوع. قال أنتوا شراك ناخذ بس اللي مخبينا وناكل لين نوصل؟ قال والله إنه بس شيء طيب ما يحتاج. خويهم الثالث يقول يا رجال الناس تفتسر فينا، أنتوا علامكم يا رجال، عوذ من الشيطان، اسكتوا لين نوصل. قال بس وخر أنت رخامة تسكتك الرجال بعيونها، هذه العيون ما فيها إلا الماء، خلوه يعينون. المهم انها سكت خويهم هذا تقل يعني عقلهم. الرجل يوم دخلت ايديهم في مخابيهم ولا والله الثلج مايع. اثار الركاب يعينون الماء يوم يقطر من ثيابهم ويحسبونهم الرجل مخربينها. فالرجال كذا انصدموا من الملمس. يا ولد السكر النباتي يميع معقولة؟ ويناظرون ولا والله الماء يسيل مع الثوب. قال والله يلعن ابليسك، يقولها خويه، الله يلعن ابليسك، الناس تناظرنا تحسبنا مخربينها. ماريا ولد ناد المضيفات. المهم ينادونهم
ويعلمونهم بالسالفة انه حطوا الثلج بمخابيهم وانها قطر يعلمهم انهم جابوا لهم مناديل ومسحوا، وقاموا يضحكون والركاب يضحكون وحالتهم حالة وهم انحرجوا. يوم منهم انزلوا خويهم الثالث سالم من هالأمر هذا، يوم منهم انزلوا ولا والله الضحك وكل يناظرهم وحالتهم حالة، وشو انه مو بوقتنا هذا ولا كل يصورهم، ما كان في كاميرات الحمد لله، ويناظرون خويهم صاحب الفكرة اللي قال خلونا نطير، ويقلبون عليه قالوا والله لا يعيدك لا انت ولا طيارتك، ويطالبونه وحالتهم حالة. قالوا والله العظيم انك ما تروح الا مثلنا مرة وقف ويجوده واحد والثاني يمسكه ويصب عليه ماء. قال والله العظيم انك تسوي سواتنا، انت رجال خبيث عارف انه ما هو سكر وسكت عنه. قال انا معلمك، وقال يا رجال لا تفضحونا يا رجال، قال بس وخر عنا وخر، حتى الناس تعيننا اثنين وانت لا، والله العظيم مالك عما سويت فينا. والرجال مسكين ما له ذنب، المهم يغرقونه بس بالماء ويسكت عنهم، عرف ما فيهم طب ابد، ذل انه يبلش فيهم. قال خلاص سووا اللي انتم تبون بس اصبروا خلونا لين نطلع من المطار يرجع. مر والناس تضحك ولا جانب تضحك عليهم وحالتهم حالة. وواحد منهم قال والله العظيم يتوفاني ملك الموت ما ركبت الطيار. انقلعوا عني، وتعرفون قلوبهم بيض يعني يتطالبون هالحين وبكره أخوي. وصلنا إلى ختام القصة، والله يسعدكم إن شاء الله يوفقكم، ولا تنسون الاشتراك واللايك والكومنت، الله يوفقكم يعطيكم ألف عافية.